ليش ما استطاع الهلال اليوم يحصل على النقاط الثلاث والمواصلة في التقدم في جدول الترتيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كل الفريقين ما كان يستحق نتيجة اليوم، ولكن كنا اليوم احنا أقرب بحكم ان سلسلة ترتيب الدوري، والحمد لله خلصنا اليوم الدوري، طلعنا بنقطة. اليوم ننهي صفحة الدوري أمامنا الآسيوية، مهمة بالنسبة لكل جمهور الهلال. بدنا الواحد لحد أن نفرح جميعا مع بعض. سالم، سابقا تحدثت أكيد عن أوضاع كانت أصعب بالنسبة على الفارق النقطي، وعاد الهلال في تلك الفترة وحقق البطولة. اليوم كيف شايف وضع المنافسة مع هذه النتيجة؟ لا شك باقي للحين الدوري ما انتهى، اليوم باقي لنا ممكن 5 جولات في الحسم في النهاية. لا أحد يقول اليوم من الحسم، قبل كم يوم كان فارق 7 نقاط بعدين 4 نقاط، اليوم رجعنا. فيعني الوضع لسه في كل واحد في يده النقاط، لكن إن شاء الله ما زال الأمل قدامنا. اليوم انتهينا من الدوري، أمامنا بطولة مهمة جدا لكل الأمة الهلالية، وبدنا الواحد لحد أن نفرح جميعا بالبطولة الآسيوية. ختاما سالم، الجماهير أكيد كانت ترغب بالاحتفال بالنقاط الثلاث، لكن ما في معنى تحتفل بأشياء أخرى. يعني احتفاليتك اليوم كانت مبهمة وشكليا واضحة، كيف حاب تفسرها اليوم للجمهور الهلالي؟ لا شك رسالتي واضحة للجمهور، وبالعكس هذا بيتي وأنا ولد النادي، ولا شك يعني بإذن الواحد لحد الأمور كلها بخير يا رب. جددت ولا باقي سهل؟ إن شاء الله الأمور بخير بإذن الله.